حلقه مش كويسه ما عادش يجي لي، اللي يلبس بنطلون مقطع ما عادش يجي لي، بنت تجي لي بصابع روز. تقريبا مصر كلها بتتكلم على الاستاذ ده او المستر ده اللي هو صاحب ترند ما تجيليش. في ناس كتير بتقول ان هو صح، في ناس كتير بتقول ان هو غلط. انا هقول رايي وهستنى برضو اشوف راي حضراتكم يعني في التعليقات، هقرا التعليقات كلها ان شاء الله. انا شايف ودي وجهة نظري ان ده ترند مصطنع زي ترندات كتير قوي بنشوفها. ازاي؟ اولا ده تقريبا درس خصوصي في مكان خاص، تقريبا طبعا الدولة منع الدروس الخصوصية. مش موضوعنا دلوقتي الدروس الخصوصية. ده ترند بيتكلم الطلبة، بيقول لهم زي ما انتوا شفتوا كده، اللي لابس مقطع ما يجيليش، اللي لابسه لبس مش محترم ما تجيليش. انا شايف ان كل المدرسين بيعملوا كده. انا عن نفسي بنصح الشباب دايما وبنصح البنات بامور كتير. انا بيجي لي شاب حلقه مش كويسه، انا باخده على جنب بفهمه. مش لازم يبقى الموضوع على الملأ، ومش لازم اوجه او اخلي الناس تصورني او ابقى شايف الناس بتصورني وساكت. بقول لي يا عم الحلقه دي مش كويسه، ممكن تحلق حلقه افضل من كده. او واحد تاني لابس بنطلون مقطع برضه باخده على جنب، لان انا مش كل اللعيبه بتوعي او مش كل اصحابي او اخواتي بيلبسوا كده. بتلاقي على فكره كل 20 واحد فيهم واحد او اتنين باخده على جنب افهمه، اقول له بص على فكره انت ممكن واحد اتنين تلاته. الشباب ما بتستجيبش بالشكل ده، مش هيستجيبوا ومش هيسمعوا كلامك. لازم تاخده على قد عقله، على قد سنه، على جنب. ما شرطهوش قدام، يعني ما يبقاش في اتنين تلاته مخالفين اشرطهم قدام 300 400 واحد. انا ضد ده. انا شايف ان ده ترند مصطنع. في كل المدرسين في كل المدارس بيعملوا كده، بس في فرق بين واحد بياخد مثلا طالب او طالبه في الفسحه على جنب. يا بنتي كده ما ينفعش، ده انت لو لبست الحجاب هيبقى شكلك افضل. يا عم بنطلونك مقطع، انت طالب مجتهد وطالب شاطر، لازم يبقى مظهرك افضل من كده. اقسم بالله العظيم بيبقى عندي في الجيم على سبيل المثال لاعب ريحته وحشه ما بيستحماش، ما انا ممكن امسكه اشرده وبيجي لي شكاوى منه. باخده على جنب بقول له خد دي هديه مني ليك. افتح الدرج بتاعي كده اقول له خد دي انا جايبها لك هديه عشان انت راجل ملتزم. هو هيفهم من غير ما اشرده وهيحط، فهتبقى ريحته حلوه. واحد تاني في مره ريحه شرابه منتنه، بجيب له بودره قدم ب 30 جنيه بقول له دي هديه مني ليك عشان انت لاعب ملتزم او طالب ملتزم. ظبط بيفهم اسلوب التشريد. واقعد اقول ما تجيليش لا يا باشا انت غلط. 300 طالب قاعدين قدامك، في 3 4 مخالفين، واحد ورا التاني كده، بيني وبينه. مش ما تجيليش وما تجيليش.